حتى مباراة فرنسا زين مو تعادل لا فوز. هذا انا احكي لك من علم، وعلم دقيق 100% ما يقبل شك. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. العراق في كأس العالم، نعم، بعد غياب 46 سنة والاعصاب مشدودة بالشارع بالبيت بالسيارات، كل الناس تتمنى الفوز والصعود للمنتخب العراقي. خلونا نشوف رأي أحد علماء الفلك البارزين. برحب بالأستاذ شوقي عبد اللطيف أخو العالمة ليلى عبد اللطيف. أهلا بك أستاذ. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بحضرتك وبكل المشاهدين. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع لك أستاذ. منتخب العراق سيحقق أكبر هزيمة في تاريخ كأس العالم، حيث أرى شباكة تستقبل 12 هدف في مباراة واحدة. شنو رأيك أستاذ شوقي عبد اللطيف بهذا الكلام؟ شوف حبيبي، أول شي لازم أكو معلومة مهمة تخليها ببالك، إنه مو كل مدعبل جوز. الجوز أنواع، أكو بيه هندي، أكو صيني، أكو باب أول باب ثاني، فأنت لازم تفرزن السلعة قبل لا تاخذها. أستاذ شنو علاقة الجوز بموضوعنا؟ ترى أنا جايك بالموضوع، بس شنو شوية الشارع ازدحامات، هل تأخرت ولا أنا ترى ما تأخر عليك؟ أستاذ احنا مستضيفينك تحشيش، لو تشرح لنا الوضع وش راح يصير؟ أحمد والديك شلون راح أشرح لك أنا؟ شلون أشرح لك؟ لا حاط لي صبورة، لا جايب لي طباشير، شلون راح أشرح لك والله؟ لا أنت أبد مو صاحي، سيكيورتي تعالوا طلعوا برا. شنو يعني ضجيت؟ ما عجبك كلام الحق؟ هذا أنتم كلمة الحق تضوجكم. استاذ يا ريت ترجع لمكانك الخاطري. هاي راح أرجع والله العظيم، ترى الخاطرك أنت زين لا مو زين، لو ما خاطرك عزيز علي فلا أرجع ولا أقعد لحظة. ها نصور؟ صور عيني صورت وكل بالله شعدنا. شنو رأيك بتوقعات الست ليلى عبد اللطيف؟ لا عزيزي لا، شوف هذا الحكي مو صحيح. هسه هي ليلى خوب اختي، بس هذا الحكي مو صحيح. اول شيء الغيب بيد الله سبحانه وتعالى وما حد يعلم بيه، هاي وحده. ثاني شيء كل مواقع النجوم وهاي الشغلات تشير 100% انه العراق هالمرة راح يصعد وراح يغلب المباريات كلها، حتى مباراة فرنسا زين مو تعادل لا فوز. هذا انا احكي لك من علم، وعلم دقيق 100% ما يقبل شك، واتحدى ليلى واتحدى ابو علي الشيباني واكبر واحد. استاذ شوقي ايدينك شوية من خلصتك. استوها ست ليلى خابرتني تقول امطي 4 شدات بس لا يحكي ضدي وخلي يقول نفس كلامي. هسه افر لك الشغلة كلها من فوق لي جوا، ولا يهمك سلمني عليها وقلها تم. إذا مشاهدينا الأعزاء نكمل حوارنا مع العالم الفلكي شوقي عبد اللطيف. صراحة استاذ والله ما ادري ايش اقول لك، بس توني من رحت للتوالي التكرام اجتني هيك صورة عن توقعات النتائج مال المباريات. هو العراق راح يخسر، وللأسف الشديد أقولها وأنا كلي يعني ألم، راح يخسر خسارة فظيعة، يعني راح ناكل لنا 20 جول بالقليل. 20 هدف؟ شلون؟ مو قبل شوية تقول يفوزون؟ لا تقول لي شلون، بعد أنا هاي الصورة هسه جتني وأنا حتى أكون صريح وياك ويا المشاهدين. أنت تدري لو نعطيني شوية بعد أكثر كان أسويهم 50 جول.